من أول يوم بالمعرض هون كصفة كزائر يعني مبسوط جدا بالشيء اللي عم تنهض فيه سوريا بهالتسارع العجيب الغريب بالتنظيم الحلو بالمعرض. الشيء ملفت، ما شفنا هيك شيء قبل يعني، وعم ننبسط وإن شاء الله سوريا على خير. يعني المعرض أنا حضرت معارض قبل بس بهيك تنظيم وبهيك جمالية وبهيك كبر معرض وكل قسم بقسمه، شيء منظم جدا 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 مرتب. نعم. هلا انت كمواطن سوري فعلا شلون؟ كنت تشوف مسؤولين سابق تشوف مسؤولين حاليا، هلا في كثير من وزراء سمعنا انه اجوا حتى ما حدا عرفهم، تحكي لنا عن انت كمواطن سوري. والله هلا من شوي ونحن عم نجهز لقائنا هذا شفت بعينك انت مين اللي عدى من شوي، ما بدنا نذكر اسم، ماشي هو وزوجته واطفاله ومن اهم المسؤولين بسوريا يعني على الاطلاق، ما راح اذكر اسمه، عدى وسلم وظل ماشي يعني. والوزراء يعني كلهم على الاطلاق بيجوا، كل وزير موجود بقسمه، من وزاره الثقافه لوزاره الاوقاف، وزير الاوقاف يعني بتدخل انت على وزاره الاوقاف بتشوف شيء جميل ما شفناه قبل، مجسمات للمعارك، عم يشرحوا عن معركه، كل معركه احد، معركه الخندق، تدخل على قسم الزراعه بتلاقي وزير الزراعه، قسم الصناعه بتلاقي وزير الصناعه، كل الوزراء موجودين بين الناس، امر طبيعي بتساله بجاوبك. هو كمواطن انت شو يعني شو لقيت الغريب الامر؟ لقيت شيء مو معدي علينا قبل، ما نقدر نشوف هيك شيء يعني، عم نشوف هلا هذا الامر وعم نتعود عليه يعني. يعني اول مره بنشوف المسؤول وهو مسؤول، عم نشوف المسؤول بمكانه وينسأل وبتساله وبجاوبك وبتاخذ منه وبتستفيد منه يعني. انا امبارح عم اعرض على وزير الصحه عم اطلب منه يعني مشفى لبلدي، وشفت وزير الري، وزير الزراعه عفوا، شرحت له عن مدينه سفيرة 35,000 هكتار هي السله الغذائيه لمدينه حلب، وتجاوب معي كثير وقدم مقترحات كثير، وانا قدمت له شو نحن بحاجه، وقال نحن جاهزين تجوا لعنا، ونحن يعني كأنه عم تحكي مع مواطن عادي وعم تطلب منه طلبات، شيء رائع جدا. بكلمه واحده شو بتحكي؟ بقول انه لازم السوريين نحب بعضنا شوي ونصبر على الحكومه ونوقف معها. احنا ببدايه مرحله يعني 7 شهور عم نوصل لهالمستوى هذا، بناء معرض مثل صح. المعرض كان جاهز بس كان مهمش مدمر، انا شفته يعني قبل التجهيز ب20 يوم، اللي بشوفه اليوم ما بصدق الشيء اللي صار، شيء جميل جدا جدا، شيء بيض الوجه يعني، بيعطي صوره حلوه لسوريا. ونحن بنفس الوقت نتمنى كشعب نكون ايد واحده، نكب الطائفيه، نكب كل شيء، ونبدا بصفحه جديده من عام 2025 كسوريين، بدنا نبني بلدنا ونكون احلى بلدان العالم. استاذ انا برايي يعني الشيء اللي شفته، نعم، ما بعتقد في شعب بالعالم بيحب بعض قد ما بيحب بعض الشعب السوري. والله العظيم، وبنساعد بعض، وبنتمنى لسه نزيد المحبه اكثر ونساعد بعضنا ونتغاضى عن عده امور لحتى نبني سوريا يعني. اذا بدنا نحن نضل نحكي بالمفاهيم القديمه، انا خلص انا ابن 2025، ابن سوريا الوحده الموحده، ما بدنا نضل نقول انا حلب، انا سفيري، انا كذا، لا، نحن كلياتنا سوريين ومجبرين نصبر على بلدنا ونتحمل بعضنا لبين ما الله يفرج علينا ان شاء الله. الاحترام لك، الله يسلمك.